في مجتمعنا العربي الثقافة الجنسية أو أي كلام عن الجنس أو التوعية أو التثقيف فيه عبارة عن عيب وحرام وقلة أدب واسكت وما تتكلمش. النتيجة بقى فيه ظاهرة صعبة جدا جدا، وهي إن الضعف الجنسي بقى بيجي للشباب وللمراهقين، يعني حتى العزاب، الشباب الصغير اللي لسه حتى ما اتجوزش بيقعد مدة طويلة جدا حتى مع فرجة على أفلام إباحية ما بيحصلش انتصاب. ازاي يعني؟ ازاي ده يحصل لشاب لسه عنده 17 18 سنة بعت لي رسالة يقول لي يا دكتور أنا عندي ضعف انتصاب، أنا القضيب عندي ما بيقفش بقالي اكتر من 6 شهور. يا نهار اسود، 6 شهور وانت لسه ما اتجوزتش؟ انتوا متخيلين يا جماعه المشكله متوغله عند الرجاله ازاي؟ وللاسف مفيش وعي ومفيش ثقافه، وطالما احنا ما متناش يعني فملهاش لازمه نروح نكشف عند الدكتور. ففيديو النهارده انا هتكلم على مشكله الضعف الجنسي، خاصه الاريكتايل ديسفانكشن او ضعف الانتصاب، لان طبعا يعني مشاكل الضعف الجنسي كتيره جدا ما اقدرش اغطيها في فيديو واحد، فهحاول اختصر في الفيديو ده قدر الامكان اسباب الضعف الجنسي والعلاجات المتوفره كادويه او علاجات هرمونيه او غيره. والفيديو ده انا مش هقول حاجه قبيحه او حاجه عيب، يعني ده انا دكتور برضو، فتقدر تشير الفيديو ده مع اي حد شايف انه محتاج انه يستفيد من المعلومات اللي هتتقال. انا مش هتكلم غير بالعلم وبس. الاول لازم نعرف يعني ايه اريكتال ديسفانكشن او ضعف انتصاب. ضعف الانتصاب ده يعني القضيب وهو نسيج رخو مرتخي عادي موجود في البوكسر، مفيش مشكله، لما بيحصل له استثاره او انت تشوف واحده او انت يحصل لك مداعبه مثلا مع زوجتك او حتى تتفرج على فيلم اباحي مع انه حرام وغلط، خلاص الكلام ده مفروغ منه وقلت عندي على القناه كده كتير، بس لو انت بتتفرج على الافلام دي وما بيحصلش انتصاب فده معناه ان انت عندك ضعف جنسي. بس امتى بقى؟ لما اقعد لمده 3 شهور او 4 شهور متواصل مع وجود المؤثرات دي او الحوافز اللي بتثير اي راجل، لما تلاقي مفيش انتصاب بعد المده الطويله دي، سواء وانت نايم او مرات عشوائيه كده على مدار اليوم او مثلا بالليل خالص في اخر اليوم قبل ما تنام، لو ما بيحصلش فتقدر تقول كده ان انت انا عندي مشكله في الانتصاب ولازم ادور على حل. مشكله يا جماعه ضعف الانتصاب ان هي مش بتيجي لشاب او لراجل عجوز او لشاب مراهق، لا هي بتيجي لكل الرجاله عند مراحل معينه من حياته، والاسباب بقى بتختلف جدا. يعني ضعف الانتصاب له اسباب نفسيه وجسديه وبتاثير من ادويه. الاسباب النفسيه يعني عندنا كتير بقى، عندنا الاسترس، الضغط العصبي، لو انت عليك ديون، لو عندك مشاكل في البيت، لو زوجتك منكده عليك على طول، فانت استحاله يعني يبقى عندك هارد كور اريكشن، يعني مش هتلاقي المصلحه واقفه كده منتصبه وانت مزاجك مش رايق او عندك مشاكل في شغلك. كذلك لو انت شريك حياتك مش جذاب كفايه ليك، او انت بتاثير الافلام الاباحيه بقيت عايز شريكتك تبقى زي الممثلات اللي انت بتتفرج عليهم، عايشه معاك بقالها 5 6 سنين ووزنها طبعا ممكن يكون زاد، ممكن تكون حملت جسمها باظ، فالافضل انت تتواصل مع شريك حياتك توصلوا لدرجه من الانسجام ومن الحب انتوا تتقبلوا نفسكم، بغض النظر بقى عن ان انت يعني مش لازم يكون عندك سكس باكس وهي لازم تكون مؤخرتها زي كيم كارديشيان، يعني عشان تحبوا بعض وتمارسوا علاقه حميميه زي اي بني ادمين. نحاول ان احنا نلور الاكسبكتيشنز او نقلل التوقعات شويه ونبطل فرجه على الافلام الاباحيه، عشان يعني حتى المتجوزين بقى بيتفرجوا عليه. الحوار ده بقى مقرف قوي، بقى حزين الصراحه. يعني لو بنقول لو شاب مراهق بيتفرج ماشي، او يعني له عذره او مش متجوز، لكن انت متجوز وبتتفرج فانت مصيبتك مصيبه. فلازم يحصل فصل بين الافلام الرومانسيه او الافلام الجنسيه او الافلام الاباحيه مع الجنس الحقيقي اللي بيحصل في الواقع مع شريكه حياتك. المشاكل النفسيه دي يا جماعه فاريبل جدا ومتغيره جدا من شخص للتاني. يعني في واحد مثلا ليله دخلته هو بيجي له هلع، هو مش عارف ايه المفروض يعمله، هو طول حياته عمال يتفرج على افلام اباحيه، وبعد كده قبل ليله الدخله ناس من اهله ومن صحابه قعدوا يحكوا له انت المفروض تعمل كذا وتسوي كذا، هو من الضغط ده كله ان هو يعني عايز يثبت بقى ان يلا انا لازم النهارده اكسر السرير يا اما انا مش راجل. الضغط النفسي ده ومحاوله اثبات انك جامد وقوي تخليك اصلا يعني تنسى المتعه وتنسى اللذه وتنسى الفرحه بان انت بقى معاك شريك حياه. يعني عادي ممكن تمارس الجنس مدى الحياه، مش شرط ليله الدخله لازم تمسك مراتك تموتها. يعني ان الفكره دي مغلوطه جدا، وخاصه عندنا في المجتمع العربي. للاسف الاجانب هم بيتكلموا عادي عن الحاجات دي وما عندهمش حياء، وهم بجحين شويه بصراحه، ولكن بيتكلموا بابحاث وبيعملوا دراسات بيقول لك لا الادويه دي لازم تاخدها كده، ودي محتاج لو انت عندك مرض مزمن محتاج تاخد القرص ده قبل ده، ولا انت محتاج تعمل لايف ستايل موديفيكيشن او تغير من اسلوب حياتك. يعني هم عندهم في خد وهات في الكلام، انما احنا عندنا هنا لا، اسكت اسكت. انت لو عندك مشكله، انت راجل معيوب، انت بتاعك او مصلحتك ما بتقفش، روح للدكتور بسرعه او روح للصيدلي ليه يصرف لك بسرعه ادويه وفياجرا. بص انا هقول لك على واحد صاحبي حبيبي عمل لي تركيبه تدهنها بس قبل الحوار بنص ساعه هتبقى زي الفل. كل ده نصب وكل ده هكس، وغالبا للاسف يعني اي طبيب انت هتروح تكشف عنده رحت للدكتور فهو لازم يكتب لك روشته. يعني انت جيت لي فانا لازم احلل فلوس الكشف، هكتب لك روشته، والروشته دي يعني فيها ادويه كتير قوي ملهاش لازمه، يعني ممكن تكون محتاج حاجه واحده فبيكتب لك على 5 6 حاجات، يبقى التكلفه زايده عليك، فانت ماشي اصلا بشريط دواء
ودي حاجه يعني بتكره الناس اصلا الدكاتره او في ان هو يروح يكشف عند دكتور ان هو بيكتب له ادويه كتير. معرفش ليه فكره الروشتات دي بقت لازم تبقى روشته مليانه كده 10 اصناف. فدي الاسباب النفسيه. الاسباب النفسيه لازم تبطل تتفرج على افلام اباحيه، لازم كلام الناس وعن تجارب الناس، لان انت تجربتك وشريكه حياتك مش زي اي راجل تاني او اي بنت تانية. يعني العلاقة دي بالذات فيها كيمياء وفيها انسجام وفيها سبحان الله رزق من عند ربنا. في ناس تقدر تخلف وفي ناس ما بتخلفش. من ليلة الدخل، ليلة الدخلة ممكن زوجتك تحمل وممكن لا. نحاول نقلل الاسترس شوية ونتحكم في أعصابنا كده، ومش أي حاجة تستفزنا تخرجنا عن شعورنا. وما تبقاش نكدي تعيش نفسك في جو النكد أو تسمح لزوجتك إنها تنكد عليك. نيجي للأسباب العضوية للضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب خاصة. هي عندنا كل الأمراض المزمنة بقى، يعني لسه كبيرة الصراحة. عندنا أمراض القلب، سكر، الضغط، الكوليسترول، يعني اي امراض بتاثر على الدوره الدمويه او ضخ الدم في الجسم وسيوله الدم، فبالتالي هتاثر على الانتصاب، هتاثر على طاقتك وعلى نشاطك كله، مش نشاطك الجنسي بس. لان انت هتيجي تبص ان إيه اللي بيخلي القضيب يقف؟ ان الدم بيتضخ فيه. لو انا عندي كوليسترول، لو انا عندي جلطات، وانا مدخن شره، وانا عندي انسداد بالشرايين، الدم هيتحرك ازاي؟ يعني هو مش سحر برضه يعني. وللاسف مشكله الامراض المزمنه ان هي مكمله معاك مدى الحياه. يعني انت ما تقدرش ان انت تخف من المرض. ما ينفعش تبقى مريض سكر وما تاخدش حقنه انسولين، ما ينفعش تبقى مريض ضغط وما تاخدش القرص بتاعك. فالجنس بالنسبه لك بيكون محتاج تحضيرات شويه، ومحتاج ان انت تكون مظبط اكلك. وكذلك لو انت وزنك زايد قوي قوي، فانت محتاج تقلل او تخس شويه بشكل صحي طبعا، مش باوزامبك بقى ووصفه سحريه من عند العطار والبلاوي دي، عشان يحصل انتصاب او ضخ دم كافي. كمان في بعض الادويه اللي ممكن تسبب ضعف الانتصاب، وهي ادويه مثلا زي ال5 الفا ريدكتيز انهبيتور، او ادويه الصرع الوراثي زي الفينسترايد او دوتاسترايد. كذلك ادويه القلب والكوليسترول زي ما قلنا بتاثر جدا على الرغبه الجنسيه اصلا، مش على الانتصاب بس. يعني فكره الكوليسترول هو اصلا بيبقى البريكورسر او زي كده الحجر الاساسي لبناء التستوستيرون. فالكوليسترول عندك ال HDL وال LDL لو في مشكله، فانت هيبقى في ضعف انتصاب فظيع، مش هيبقى في رغبه جنسيه اصلا. كذلك لو عندك خلل في هرمون مهم زي البرولاكتين، البرولاكتين عندك عالي قوي، او انت عملت تحاليل للهرمونات او صوره دم وطلع البرولاكتين عالي، فده هيقلل من رغبتك الجنسيه. ادويه برضو زي مضادات الاكتئاب اللي بتركز على السيروتونين زي السلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور او SSRI، فدي كذلك بتسبب ضعف جنسي، ودي مشهوره جدا جدا لاي حد ياخد دواء للدبريشن او دواء للاكتئاب. النقطه اللي بعد كده هي دي ملهاش علاقه بقى بالشباب الصغير او المراهق، بتيجي عند ناس معينه كده بسبب ضغوطات معينه، هي الايدج انديوزد اريكتايل ديسفانكشن، ان انت يجيلك ضعف انتصاب مرتبط بانك كبرت في السن، كفاءه جسمك قلت، كتلتك العضليه قلت، التستوستيرون عندك قل، بقى عندك 35 40 45 سنه، فانت مع هم السنين ومع المشاكل ومع المسؤوليات ومع التعب والارهاق وقله النوم وقله الرياضه وقله الجري والمشي، روتين حياتك كله عباره عن المكتب والكنبه والعربيه. يعني انت ما بتمشيش اصلا ولا بتطلع السلم، حتى كل حاجه بالاسانسير. انت بتوصل لمرحله انك بقيت همدان، انت بقيت تقضي الموضوع زي تقضيه واجب كده، انت ما عادش بتستمتع بيه. غير بقى مشاكل منتصف العمر وازمه الهويه. بعض الرجاله للاسف بتوصل في منتصف عمرها كده 35 40 سنه، تحس ان هو كبر، تلاقي شعره ابيض او وقع، تلاقي ان هو تخن او بقى اوفر ويت، فبيفقد اصلا الرغبه في الجنس وفي الشغف في الحياه عامه. يعني بعض الرجاله للاسف ما بيتكلمش عن الموضوع ده بسبب انه بيحسوا ان هو عار. يعني عار ان انا اقول ان انا مش مبسوط، عار ابقى راجل كبير اب ل3 اولاد مثلا وزوج، اقول انا مكتئب او انا عندي مشاكل نفسيه او انا مثلا ما عدتش بحب الجنس، ما عدتش مهتم. فتلاقي بقى بعض الرجاله بتبقى عايزه نوع جديد من الاستثاره او التحفيز، يعني التحفيز لعقله، رغبته الجنسيه كمان. فتلاقي بقى الخيانات بتزيد، تلاقي حد بيعرف حد على مراته في السر، مثلا ساب اهله وبيته ومراته وهج وسافر وراح في اي حته لوحده. فكره ان معظم الرجاله دي للاسف بتكون اتجوزت نتيجه ضغط الاهل والمجتمع، فكره سنه الحياه وانك لازم تتجوز على طول، لكن هو ما اختارش شريك حياته، هو ما لحقش يحبه، ما لحقش يرتبط بيه عاطفيا، وبقى حاسس ان هو مش محتاجه. هي مجرد ست كده في البيت، خدامه بنام معاها وبتجيب لي عيال وخلاص وبتاخد بالها من البيت، ويعني ما مش مهتم بقى ليها ومش مهتم هي بتستمتع بايه او هي عايزه ايه. وده ينقلنا المشكله التانية، يعني مش هتكلم عنها في الفيديو ده، بس فكره انك ممكن تكون راجل 100 100 وصحتك زي الفل، مصلحه عندك زي الحديد، بس زوجتك مش مستمتعه، بتكرهك في العلاقه الجنسيه وتحسسك ان انت غير مرغوب فيك، بس الريجكشن او ان مش عايز، لا 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 مش عايز، دي بتاثر في نفسيتك جدا وبتحسسك ان انت مش تمام. ده بالنسبه للسن. النقطه اللي بعد كده والاخيره هي اصابه او فيزيكال تروما، يعني انت اتخبطت بكوره مثلا في القدم
القضيب، انت عملت وضع معين حصل فيه كسر اولوي، او عندك كذلك اي التهابات في المسالك البوليه او دوالي في الخصيه، او عملت عمليه دوالي، فده هيخليك برضو تحس بتورم كده ان المنطقه دي بتوجعك. يعني انت لما تحس انك مش مرتاح من تحت مستحيل يحصل انتصاب قوي وصحي. بحب القهوه قوي. انتوا عارفين ان في بعض الابحاث والدراسات ده بجد، بس هي مش قويه يعني، ولكن هي موجوده، ان تناول الكافيين او المحفزات عامه، فكره المنشطات والحاجات دي بتحسن مودك ومزاجك، وبالتالي ممكن تخلي الجنس اسعد اقوى. جرب كده تشرب كوبايه قهوه قبل ما تمارس اي عمليه جنسيه، هتشوف ادائك مختلف 180 درجه. حتى لو هتنام بعدها، يعني انت بتخلص وهتنام، هو هتفرق معاك قوي. عارف انت لما نبقى احنا مثلا قبل ما نخش الجيم ناخد لنا ريد بول، فنجان اسبريسو مثلا، ده كذلك يعني دي تمرين كارديو. الجنس بيحرق سعرات كتير على فكره. طيب يا دكتور عطيه، بالنسبه للعلاجات، العلاجات انا هسردها كده حاجه حاجه، وانت بقى شوف ايه اللي بايدك انك تغيره بالنسبه لميزانيتك وظروفك، إيه افضل حاجه عشان تعالج مشكله ضعف الانتصاب. اول حاجه وهي اللايف ستايل موديفيكيشن. لو انت ما بتنامش، لو انت وزنك زايد قوي وعندك سمنه لدرجه ان انت مأثره اصلا على حجم القضيب مظهره، يعني انت كرشك لما يبقى كبير قوي او منتفخ او عندك دهون حشويه كتير، تلاقي ان بطنك مغطيه اصلا على القضيب، هو مهما انتصب هو مش باين لان بطنك بارزه عنه. لذلك مثلا لو في شعر كتير في منطقه العانه لازم تشيل الشعر ده. الشعر ده بيغطي على جزء كبير جدا، خاصه مقدمه القضيب. لازم المنطقه دي تكون نظيفه بالكامل. لو عندك فطريات، التهابات تانية، اي حاجه عالجها. لو وزنك تقيل او وزنك زايد قوي، ابدا انزل الجيم وابدا اتحرك واتمرن. صدقني لما تلعب تمارين رجلين، خاصه تمارين الرجلين والكور الدراعات، انت بتحسن الدوره الدمويه جامد، وبتحسن كمان من تدفق الدم في الخصيتين. فكك من تمارين كيجل، يعني انا قرات لقيت اونلاين في تمارين كيجل ممكن تلعبها، بس حاجه كرنج قوي بصراحه. مش هتقعد تنام على بطنك وتقعد ترفع رجلك وتعمل الحركات دي، لا انت روح الجيم، العب سكواتس، العب ليج اكستنشن، العب اماميات، خلفيات، سمانه، ضمه. كبر يا باشا كتلتك العضليه وكبر حجم فخادك بشكل عضلي، مش دهون، مش ارداف. ولو انت موربيدلي اوبيز او يعني نسبه دهونك عاليه قوي، فانت لازم تخس. يعني ده لصحتك اصلا، مش ده للجنس بس، يعني ده مش للجنس او عشان مراتك، لا انت لصحتك انت تعرف تطلع السلم من غير ما تنهك، عشان يبقى شكلك حلو في الهدوم، عشان تعرف تقفل الحزام. كذلك نفس الوضع بالنسبه اللي عنده نحافه او اندر ويت. لو انت وزنك قليل قوي، تحت ال 50 كيلو، تحت ال 60 كيلو، انت بالنسبه لمعظم الرجاله انت وزنك قليل او انت اندر ويت، محتاج تزيد، خاصه عضلات. يعني انت محتاج تزيد ميه وعضلات ودهون، كتله عامه، لكن السكيليتال ماسل ماس، الكتله العضليه لازم تزيد. تزود من شكل جسمك وجاذبيته، ضخ وتدفق التستوستيرون في جسمك، بروتين سينثيسيس او صناعه البروتينات اللي منها اصلا بيتكون السائل المنوي، ووظائف كتيره جدا مهمه في الجسم. من الوظائف دي طبعا انتصاب يعني. ولو انت مش عارف تبدا منين او تاكل ايه او تتمرن ازاي، انا بقدم خدمه الاونلاين كوتشنج والمتابعه الشخصيه. انا بتابع معاك بشكل مباشر، بساعدك انك توصل للي انت عايزه، زي ما ساعدت ناس كتيره جدا مختلف الجنسيات من مختلف البلاد حول العالم ان هم يوصلوا للجسم اللي هم عايزينه، ويحسنوا من صحتهم، من كفاءتهم وقدرتهم الجنسيه. غير وصفات او منتجات، يعني انا مش هزق عليك حاجه، انا بس هرشح لك الحاجات اللي ممكن تفيدك. كل واحد طبعا بالنسبه بقى لحالته، لو انت وزنك زايد او لو انت وزنك قليل، فانا بتابعك بشكل شخصي. حته التغذيه والتمرين والادويه، لو انت عندك ادويه بتاخدها، انا بنظم لك الجرعات وبقول لك كل دواء جرعته ايه واستخداماته واعراضه الجانبيه. سيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكربشن، ابعتوا لي رساله على الواتساب، هنعمل شغل جامد قوي مع بعض. لكن النقطه اللي بعد كده وهي ادويه البي دي اي 5 انهبيتور او السيالس والفياجرا. زي ما متعارف عليه ان طبعا انت عشان تقضي ليله 100 100، فانت لازم تاخد تدلافيل او سلدنافيل، هما المواد الفعاله بتاعت الفياجرا والسيالس. وانا عندي تحفظ بصراحه على الموضوع ده. الناس بتاخد الادويه دي زي البونبوني كده، هم مش عارفين يعني تاثيرها ايه، مفعولها ايه، شغاله ازاي، امتى اخد نص قرص، امتى اخد قرص كامل، امتى اخد 10 مللي جرام ولا 20 ولا 100. يعني انا بحس كده لو حد اخد حاجه ظبطت معاه كده، ضربت معاه وبقت مظبوطه، رشحها لغيره خد نفس الدواء معايا. طب هل انت نفس وزنه؟ هل انت نفس جيناته؟ هل انت نفس حالته الصحيه؟ هل انت بنفس كفاءه الجهاز الهضمي؟ في ناس بيجي لها قرح، ناس بيجي لها صداع، ارتفاع في ضربات القلب، يعني مشاكل حقيقيه. السيالس والفياجرا مش لاي حد عنده ضعف انتصاب او عايز يقوي انتصاب وعايز القضيب يبقى ناشف يعني ياخد راس وخلاص. عشان كده انا هقول لكم على اهم النقاط كده اللي ناخد بالنا منها في حته الفياجرا والسيالس. بالنسبه للفياجرا فهي شغلها بيبقى يعني بعد نص ساعه لساعه من وقت اخدان الحبايه. يعني انت اخدت
خدت الحبايه تقعد نص ساعه لساعه، بعد كده تبدا العمليه الجنسيه. مشكلتها في ارتفاع ضربات القلب، الصداع، بتحس بهرشه كده في جسمك، وتحس ان جسمك كله سخن وبيطلع حراره عاليه. بعض الناس بتحب التاثير ده، وبعض الناس التانيه بتنزعج منه، بالذات ان هو بيكمل معاها بعد العمليه الجنسيه. انت مثلا يعني متوسط الوقت اللي بتقعده من تلت ساعه لنص ساعه، ولو انت تنين بقى ممكن تقعد من نص ساعه لساعه بتمارس الجنس، تمارس الجنس بالمداعبه بكل حاجه. تاثير الفياجرا فضل مكمل معاك، ممكن كمان يعمل معاك صداع، ارق، ويخليك ما تعرفش تنام. تيجي بقى السيالس حل المشكله دي. السيالس بيبقى التاثير بتاعها بعد اخدان الحبايه بنص ساعه بالظبط، لكن هو بيديك ويندو اكبر لممارسه الجنس. يعني هو تاثيرها في الدم بيفضل مستمر لحد 72 ساعه. انت بعد قرص واحد سيالس اخدته ممكن تقعد لمدة 3 أيام عندك الرغبة، عندك قدرة إنك تحصل على انتصاب وقت ما يحصل لك استثارة، لكن ما تبقاش محتقن، ما يبقاش القضيب بيوجعك، ما يبقاش فيه دم متكتل أو الدنيا وارمة تحت. كمان الأكل الدسم قوي، الحمام، المحشي، اللحوم التقيلة، الحاجات المسبكة، يعني مع الفياجرا بقى في دراج فود انتر رياكشن أو تفاعل بين الدواء وبين الأكل، فبيقل الامتصاص بتاعه شوية. على عكس السيالس، يعني لو أخدتها قبل الأكل أصلا على معدة فاضية أو بعد الأكل ما بتفرقش. وأنت محتار وبتفضل دايما إنك تاخد راس محسنة للأداء، خليك في السيالس، يعني ابعد عن الفياجرا عشان أعراضها قوية، وناس كتير قوي من فيدباك يعني كلاينتس تابعوا معايا اشتكوا منها. عندك بعض الكريمات اللي بتعمل انستيثيسيا أو زي تخدير كده موضعي، زي أي بخاخ كريم ولزقة مثلا فيها ليدوكاين، وحتى بعض الكريمات كمان زي الالبروستاديل برضو بتحسن الانتصاب قوي. دي فكرتها ان هي تقلل من الحساسيه، تاخر القذف، ملهاش علاقه بالانتصاب قوي بصراحه. الكريمات والبخاخات بصراحه ما افضلهاش وما رشحهاش لحد. في بقى حاجات يعني اكستريم شويه، يعني لو العلاجات دي كلها فشلت، وهي الحقن، الاقراص، بعد ما خسيت وظبطت جسمك وصحتك وكده مفيش نتيجه، انت ممكن بقى تاخد حقن زي الالبروستاديل، برضو ما افضلهاش. انت لو سرشت عليها برضو هتلاقي اعراضها الجانبيه كتير، محدش هيحقن قضيبه يعني عشان يمارس جنس، يعني ما لا، انت تكبر دماغك اسهل. النقطه اللي بعد كده، لو المشكله بقى هرمونيه، لو انت عندك مشكله في ان التستوستيرون عندك قليل، او عندك هرمون الذكوره اقل من المستوى العادي، سواء بسبب ان سنك كبير، او عندك مشكله في توازن الهرمونات عامه، او انت وزنك عالي جدا جدا وعندك نسبه استروجين وبرولاكتين عاليه، فدي بتاثر على الانتصاب وعلى نسبه هرمون الذكوره عندك. انا ارشح لك ان انت تاخد هرمون ذكوره او هرمون تعويضي من بره، بس طبعا بعد كشف وتشخيص طبيب وغدد صماء، خاصك بانك عندك نقص في التستوستيرون، وبعد ما بتعمل تحاليل ونتاكد ان انت عندك فعلا نقص، بقى ساعتها ان انت تاخد دي ار تي او تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. طبعا مش بنفس الجرعات الضخمه يعني اللي بياخدها لاعبين كمال الاجسام. الهرمونات يا جدعان سحر، وتاثيرها بيسمع في كل حاجه. لازم تتاكد ان هرموناتك مظبوطه لو انت عندك ضعف انتصاب بقالك مده كبيره قوي. طبعا لو انت مدخن شره على طول، بتشرب شيشه، فيب، ايكوس، سجاير، اي حاجه من دي لازم توقفها. يعني لو انت كل فين وفين كده مثلا ممكن بتشرب سيجاره او بتشرب مثلا شيشه او كده، ماشي، مش هتاثر بشكل مباشر. ولكن لو بقالك 20 30 سنه مدخن شره، بتحرق 3 علب سجاير في اليوم، انت اكيد اصلا يعني صحتك ونفسك وقدره تحملك للانديورنس او الاستامينا بتاعتك هتكون قليله. هتلاقي اصلا حتى لو انت عندك انتصاب صحي، انت مفيش نفس، مفيش قدره انك تكمل لمده طويله، انت بتنهك، انت مش قادر. التدخين بيأثر فعلا لو انت مدخن شره او بالك مده كبيره قوي بتدخن، لازم تبطل تدخين او تقلله على قد ما تقدر. بقى الحالات اكستريم اكتر واكتر. شوف يعني انا ببدأ معاك من تحت خالص لحد بقى ايه الحالات الاكستريم قوي. يعني انا هخلي الفيديو ده شامل، يعني في كل حاجة عشان ما تضخش يعني او تقعد تدور على اليوتيوب كتير. عندنا تركيب الدعامات، بس دي بتبقى الحالات خاصة قوي او حالات معينة. الدعامات دي نوعين، في منها دعامات مرنة ودعامات هيدروليكية. الدعامة دي ان هي انت بتركب زي مضختين كده داخل النسيج بتاع الكوربس كافرنوسم بتاع القضيب، بتحط زي مضخة كده بيكون فيها سائل عند الخصيتين، ولما بتضغط بشكل معين عند الخصيتين كده هي بتتزرع جواها، يعني عشان تكون فاهم. ده جراحة، انت بتتفتح كده بالمشرط ويتزرع الحاجات دي ويتخيط تاني، وتستنى كده ايه بعد الدنيا تحت ما تهدى كده وتلتئم وتاخد بقى مسكناتك ومضادات الالتهاب والتورم، تبدا بقى بعد 4 ل6 اسابيع تمارس الجنس بشكل طبيعي. دوس بضغطتين 3 كده على منطقه معينه في الخصيه، خلي المضخه دي يتضخ فيها زي سائل كده او محلول يساعد في ان القضيب يقف تاني. طبعا هي حاجه مريبه شويه وصعبه بصراحه ان انت تتكيف معاه، انت هتحس ان انت مش مرتاح حتى لو زوجتك مبسوطه او انت يعني بقيت بتأدي مهامك الزوجيه عادي، بس هي مؤلمه. فكره ان انت في حاجه موجوده جواك دي بصراحه صعبه قوي.
يعني هي كمان بتختلف على مشكلة البيروني ديسيز أو اعوجاج القضيب. الدعامة بتاعتها بتكون مش بالتعقيد ده، بالذات إن الدعامة دي في زرع جوه القضيب زي أنبوبتين، وأوقات بيبقى 3. يعني بص سرش عنها أكتر، إن هي حاجة مش سهلة ومش رخيصة. العملية دي بتكلف تقريبا فرنج من 7 ل 8000 دولار، فهي مكلفة جدا جدا ومش أي حد يقدر عليها، مش فارق معاه أي حاجة غير الجنس في حياته. يعني آخر حاجة بقى وهي العادة السرية. في بعض الناس الشباب الصغير ومتجوزين بيمارسوا العادة السرية. هل العادة السرية بتأثر على الانتصاب؟ هل هي غلط وحرام؟ هل ليها أضرار زي ما بيتروج لها على النت؟ لا، في هبد كتير قوي على النت. فكرة العادة السرية هي إن هي فيها حرمانية، فأنت بتحس بتأنيب ضمير وتحس إنك بتعمل حاجة غلط وفي السر، كأنك بتسرق أو يعني بتعمل حاجة كده في الخفاء. طبعا بما إن أنت بتعملها لوحدك فأنت محتاج حافز. الحافز ده هيبقى فيلم إباحي حتى لو أنت متجوز، لكن أو زوجتك في الأوضة التانية، ولكن أنت هتتفرج على الفيلم الإباحي ده. فبيحصل حاجه اسمها بورن انديوزد اريكتايل ديسفانكشن، يعني ضعف انتصاب مرتبط بالبورن. لو بطلت بورن الانتصاب يرجع طبيعي تاني وعادي تاني. انت تشوف حاجات واشكال الوان وطرق معينه لازم تثير اي بني ادم، لان الناس دي بتتنقى كده على الفرازه، ياخدوهم استوديو كده ويقعدوا يعملوا كاستنج. تلاقي اكبر حد عنده اكبر خصيه، اكبر قضيب، تلاقي واحده صدرها قد كده، مؤخرتها قد كده، حط ميك اب، حط فيلر، حط مكياج على الراجل وعلى الست الاماكن الحساسه، انت تبان بشكل وبحجم معين. كمان بتتصور وبتتمنتج، مش كل اللي انت بتشوفه اصلا حقيقي. والنقطه اللي بعد كده برضو مرتبطه بالعاده السريه، وهي ان القضيب بيفقد حساسيته، خاصه منطقه راس القضيب اللي هي فيها كل الحساسيه، اللي هي الجلاندز بينس. انت من عصره وقبضه ايدك بتبقى اقوى بكتير جدا من الرحم او يعني الفرج بتاع المراه، لانه بيبقى فيه سوائل وبيكون فيه زي يعني مزلقات كده طبيعيه، او حتى انت ممكن تكون بتجيبها من الصيدليه. غير انت ايدك ناشفه اصلا، انت بالذات لو بتلعب حديد او اي رياضه انت ايدك مجرحه ومقشره. احنا معظمنا كرجاله يعني مش بنهتم بترطيب ايدينا، هتلاقي ان انت بتجرح وبتجلخ المنطقه دي، بتخليها انشف، بتخلي الاعصاب اللي فيها تبدا ان هي تتلف. حصل التلف ده انت مدمن على العاده السريه وباستمرار بتعملها، القضيب هيفقد حساسيته. فلما تيجي فعلا بقى يحصل مرحله العلاج او ان القضيب يدخل داخل الرحم، انت مش عارف تحافظ على الانتصاب اذا حصل اصلا. ان مهما حصل انت إيد زوجتك عمرها ما هتبقى نفس ايدك. زوجتك ما عندهاش العضلات وفي دراعها وفي اللي هي ممكن تعصر قضيبك بيه زي ما انت ما بتعمله. فهو الموضوع مؤذي يعني، عشان تكون فاهم. مفيش حاجه في الدنيا غلط او ربنا حرمها الا وليها ضريبه. واخر حاجه وهي في بعض المكملات يعني ممكن تفيدك زي الاشواجندا او الجينسنج. حاجات بتقلل من الاسترس، بتقلل من الكورتيزول، بتخليك اعصابك هاديه، بتخليك رايق في المود، بتحسن من نشاط الدوره الدمويه او ان الدم يتحرك في الجسم، طبعا من ان هو يتضخ في القضيب. الجينسنج كمان مشهور ان هو نبات محفز ومنشط كويس، وانت مستمر عليه بقالك فتره، مش هتاخد كبسوله واحده خلاص انت بقيت عنتيل. انت لازم تستمر على الجينسنج لمده 10 ل 12 اسبوع، جرعه ثابته بتدخلها لجسمك على هيئه كبسولات، عشان تلاقي فعلا نتيجه وتلاقي تاثير واضح في الرغبه الجنسيه في الانتصاب. هو يعني معظم الابحاث بتقول ان الجينسنج بيأثر على الرغبه الجنسيه اكتر من الانتصاب في حد ذاته. لا، هو فكره ان انت في المود او الشهوه موجوده بس كده. ده كل حاجة يعني عن الموضوع ده، أن أكون غطيتها بشكل علمي ومبسط قدر الإمكان. الاستشارات والمتابعة أونلاين معايا زي ما قلت لكم، هسيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكريبشن، في رسالة على الواتساب، وهحاول أساعدكم بقدر الإمكان إنكم تحلوا أي مشكلة صحية عندكم. بإذن الله كل واحد فيكم يبقى راجل في بيته ومية مية، يعنيش من أي مشاكل صحية. ولحد هنا، سلام.